القرآن الكريم لما يواعد العباد بالجنة. طيب احنا نسأل نقول شنو قيمة عمل العبد إجاء الجنة؟ هو تفرض الإنسان قد يعيش؟ معدل الأعمار لنفرض 70 سنة، 15 سنة هذا مو مكلف بها، إيش ظل بيها عبارة عن 55 سنة مكلف. 55 سنة عندما صلى إلى روحه، مو صلى إلى الله، تمام، امتثالا لأمر الله، صلى الروح لنفعه، صلى وصام وعمل الخير، لكن هن كلهن 55 سنة والأعمال كلها فتحفنا كبرها. هاي تستحق جنة عرضها السماوات والأرض؟ هاي تستحق جنة خالدة لا نهاية لها؟ هاي تستحق نعيم، نعم، لا حدود له؟ شنو هاي؟ شنو قيمتها إجاء النعيم؟ ليش؟ شنو يعني هالعطاء الضخم مقابل هالعمل الضئيل؟ من أجل ماذا؟ تعرف من أجل ماذا؟ من أجل أنا شغل أروي لك حادثة يتقرب لك هالمعنى. طب يوم واحد من الأيام واحد دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي اعطني على قدر مروءتك، أريد تعطيني على مقدار مروءتك أنت. قال للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يسعني ذلك، ما عندي، إذا على قدر مروءتي ما عندي، ما على قدر مروءتي ما عندي ما يسع مروءتي. قال له إذا اعطيني على قدري. قال له هذا نعم، إذا على قدرك حاضر أنا، لأنه أنا اللي ينبغي لي يكون أعطيك ما لا يحد. تتصور أنت واحد طبع على الإمام الحسن سلام الله عليه، لما دخل على الإمام الحسن أمر له مشاعر مدح ببيتين من الشعر، دفع للإمام ما في الخزانة، حسبوهن 50,000، دفعها إليه. قال له واحد إنك تعطي شاعرا، هذا الشاعر يعصي الرحمن ويقول البهتان. قال له لكن أيضا يقول الخير، هذا عنده أيضا جوانب خير، مو وهذا شأني، وما جواب اعطني إلا هاك، وأنا أعطيها على قدر المروة. نبه لي، يعني يعطي من حيث هو عطاء الله عز وجل. إذا صار البناء عطاء الله مثل عطاء الإنسان، إذن وين فرق الألوهية عن فرق العبودية؟ ما في نسبة. هذا الخالق الجبار العظيم، هذا مبدع السماوات والأرض، هذا اللي ملأ الدنيا نعيم. يا أخي شنو قيمة العطاء؟ لحظة من لحظات العافية. أنت الآن لو تبذل جميع ما عندك إلى مستشفيات العالم ما تقدر تعطيك لحظة من لحظات العافية، إذا لم يعطيك الله عز وجل تلك اللحظة. شايف زين هذا العطاء الذي لا حدود له؟ تتأمل ايش قد عطاء الله تبارك وتعالى، عطاء لا حدود له. فإذا أراد أن يعطي العبد جنة إنما يعطيه على مقدار كرم الله عز وجل، على مقدار رحمته التي لا تقف عند حد. نعم، هذا للإجابة على هالسؤال اللي يقول. ولذلك تلقى الإمام يقول له ما أنا وما خطري، والإمام سلام الله عليه يقول له أنا منو إجاء الكيان هذا اللامحدود، إجاء العطاء، إجاء الرحمة التي لا حدود لها.